انت بايدك تخلي جوزك ما يشوفش اي واحدة في الدنيا غيرك. هو شايف معاكي ان انت السكن، انت الراحة، انت الاحتواء، انت الهدوء. هو بيسرق اي وقت في اليوم علشان يتكلم معاكي، علشان انت بتريحيه، علشان انت بتفهميه. اي يوم اجازة، اي خروجة عايزك تبقي موجودة معاه. هو شايفك انت الراحة وانت السكن وانت الهدوء وانت الاحتواء. كتير جدا من الستات عارفة جوزها بيشتكي من ايه، عارفة ايه اللي بيضايقه، عارفة ايه اللي بيجننه. قال لها مرة واتنين وتلاتة انا ما بحبش الطريقة دي، ما بحبش الاسلوب ده، صوتك العالي، زنك الزيادة عن اللزوم، الحدة بتاعتك، كلامك الغلط اللي بتقوليه. ما زلت مصرة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. عايزة منه ايه؟ فلما نكتشف بقى ان الراجل راح في حتة تانية، الراجل مصر على الطلاق، صمم. يعني احنا قلنا قبل كده ان الراجل لما بيقفل، لما بياخد قرار الانفصال، بيبقى اصعب بكتير جدا من الست، لانه ما بيبقاش قرار انفعالي. فانت روحي راجعي نفسك. اول فصلة، راجعي نفسك وشوفي ايه اللي تقدري تغيريه وايه اللي تقدري تعمليه، علشان ما نندمش بعد فوات الاوان. كتير من الناس بيبقوا لسه في المرحلة اللي نقدر نصلح فيها، بس ما بيسمعوش الكلام. يا ريت نسمع الكلام، يا ريت نرجع خطوة للخلف، يا ريت نشوف الطرف الآخر نفسه في إيه ونعمله له. سلام عليكم.